تخيل تبقى قاعد مع صاحبك وبتحسب حاجه بينك وبين نفسك ويطلع منك جمله وانت بتقول 13، فتلاقي صاحبك بدأ يتشنج ويترعب من الخوف. الموقف ده واقعي وممكن يحصل. في نوع مرض يا سيدي اسمه فوبيا رقم 13. ايوه، في ناس موجوده معانا عندها فوبيا من الرقم ده، والرقم ده بيسبب خوف ورهبه شديده جدا للشخص اللي بيعاني من المرض ده، وغالبا الشخص ده بيربط الرقم بشيء مخيف جدا او تهديد بالنسبه له. والاشخاص اللي بتعاني من المرض ده بتتجنب كل يوم 13 في الشهر انها تخرج او تروح الكليه او المدرسه. هو بيتجنب اصلا الخروج تماما من البيت، وده لانه على يقين تام انه لو خرج هيحصل له كارثه. واعراض المرض ده يا صديقي هو انه بسبب الخوف من الرقم ده، فالخوف ده بيسبب له امراض كبيره جدا نفسيه وجسديه وعاطفيه. ممكن لو الشخص ده شاف رقم 13 او افتكره او شاف حاجه تشبهه، ده ممكن يوصله لمرحله الم شديده جدا في الصدر، وضربات قلبه بتزيد بسرعه شديده جدا، وممكن يوصل ان قلبه يقع، وارتعاش وعصبيه وحاجات كتيره قوي. وحاجات كتير كان في غنى عن كل ده بس عشان شاف رقم 13. قول لنا بقى، انت عندك فوبيا من رقم كام؟ وبس كده.